أغلى من الذهب. بتفتح باب جديد للزراعة في مصر. فاكهة شكلها غريب وطعمها أغرب، أول ما تشوفها تقول دي شمام ولا كمثرى ولا نوع جديد من الحلوى. دي فاكهة البيبينو، أحدث ضيف في السوق المصري، واللي الكيلو منها ب 1600 جنيه. تعالوا نحكي بقى الحكاية من الأول ونشوف إزاي فاكهة البيبينو دي بقت حديث الناس في مصر، وممكن تبقى قريب فاكهة في كل بيت. تخيل كده تدخل السوبر ماركت تلاقي طبق فاكهة صغير كده عليه ورقة مكتوب فيها 100 جرام ب 160 جنيه. تقول في سرك هو دهب ده ولا فاكهة؟ بس لا يا سيدي، دي فاكهة جديدة نازلة مصر اسمها البيبينو، واللي شكلها لو شفتها مش هتعرف دي شمام برقوق كمثرى، مش هتبقى عارف ده ايه. الفاكهة دي استوائية في أصلها أصلا من بلاد أمريكا الجنوبية، بس الجديد إن المصريين قرروا يجربوها ويزرعوها هنا في الصوب الزراعية. وفعلا التجارب بدأت في كام محافظة والنتيجة كانت مدهشة. أولا خلينا نحكي لك عن شكلها. هي فاكهة لونها أصفر كده مايل على الأخضر، فيها خطوط بنفسجية خفيفة، شكلها بيضاوي شوية، وبتطلع على شجيرات صغيرة ارتفاعها متر تقريبا، يعني مش شجرة ضخمة ولا حاجة. والمثير إن الشجيرة دي ساعات بتحتاج تتسند بخشب عشان تقدر تشيل الثمار بتاعتها، أصلها تقيلة شوية. واللي أغرب إن الطعم بتاعها مش عادي خالص، بيقولك مزيج بين طعم الشمام والكمثرى. تخيل يعني أول ما تدوقها تحس فيها نكهة الصيف بتاعت الشمام، وبعدها بقى تجيلك نغزة نعومة كده زي الكمثرى. أما بقى الزراعة فالموضوع ده محتاج دقة. فاكهة البيبينو دي بتحب درجات حرارة معينة ما بين 18 و30 درجة مئوية، عشان كده الزراعة في الصوب دي هي أنسب حاجة ليها. بيزرعوها في منتصف أغسطس لحد نص سبتمبر، أو ممكن كمان في مارس وإبريل. والمفاجأة إنها بتطرح بعد 3 شهور بس من الزراعة، بس لازم أرض كويسة زي ما قالت الدكتورة فاطمة مرسي من معهد المناخ الزراعي، لأن الفاكهة دي ممكن تنمو في أراضي كتير حتى الأراضي الملحية، بس الإنتاجية بقى بتفرق حسب التربة. يعني لو الأرض خصبة ومتوسطة القوام وفيها تهوية كويسة ساعتها المحصول يبقى فاخر ومليان نكهة. أما بقى السعر فده اللي خلى الناس كلها تتكلم. الكيلو ب 1600 جنيه، عشان كده بيتباع في المحلات بال 100 جرام بس، وكل شريحة بتتباع لوحدها كأنها قطعة حلويات فاخرة. بس لما تعرف قيمتها هتعذر السعر ده شوية. الفاكهة دي فيها فوائد رهيبة، يعني غير إنها لذيذة فهي كمان فيها مواد مضادة للالتهابات ومضادة للكانسر، وكمان بتنظم السكر في الجسم. غير كده فيها فيتامين سي وبنسبة عالية كمان ممكن توصل ل 80 مللي جرام، وده في الجرام الواحد. وطبعا ده بيقوي المناعة وبيخلي الجلد ناعم وصحي. ده غير إنها كمان بتساعد الجسم يتخلص من التعب وبتحافظ على نشاط الجهاز المناعي. يعني مش فاكهة وخلاص، دي كأنها كبسولة طبيعية متغلفة بطعم فخم. وفوق كل ده شكلها تحفة، لونها أصفر بيلمع وقشرتها شبه قشرة البرقوق، ولما تتقطع بتطلع ريحة حلوة جدا تخليك عايز تجربها على طول. يعني لو دخلت السوبر ماركت وشفتها أكيد هتقول أنا لازم أدوق الحتة دي حتى لو صغيرة. والجميل إن المصريين مش بيستوردوها بس، لا دول فعلا بيزرعوها هنا، وده معناه إن ممكن قريب نشوفها في أسواق أكتر وبسعر أقل، خصوصا إن التجارب اللي اتعملت في السوق الزراعية حققت نجاح حلو جدا. يعني بدل ما نفضل نشتريها غالية ممكن ننتجها محلي ونصدرها كمان. يعني ممكن بكرة تلاقي في أسواقنا فواكه كنا بنشوفها زمان في فيديوهات من أمريكا اللاتينية أو آسيا بقت بتتزرع دلوقتي في الصعيد والدلتا. وفي النهاية الفاكهة دي مش بس غالية، هي رمز لفكرة جديدة إننا نقدر نجرب نزرع وننتج فواكه غير تقليدية، وده ممكن يفتح باب تصدير جديد لمصر في الأسواق العالمية.